النهاردة هنعمل شنطة كروشيه ببلاستيك كانفا. هاي، ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل شنطة شموع ببلاستيك كانفا. البلاستيك الكانفا ده بيكون قالب بلاستيك واخد شكل الشنطة جاهز، وفي من بيكون مش جاهز، بيكون بلاستيك على شكل مستطيل كبير. بس النهاردة هنستعمل اللي بيكون جاهز في المقاس وفي الشكل وفي كل حاجة. ده بيكون فيه فتحات صغيرة. ده بنقدر نعدي منها الخيط اللي احنا مختارينه ايا كان، مش بس الشموع بس، لازم يكون يعني مش تخين قوي عشان يعرف يعدي. ونستخدم معاها إبرة اسمها إبرة تنظيف، شبه الإبرة العادية بس كبيرة وواسعة وملهاش سن من قدام، شبه الإبرة العادية بس بتعدي عادي من جوه البلاستيك. في بيكون أحجام، بس الأفضل نستعمل المعدن لأن المعدن دي بتعدي بسهولة جوه البلاستيك، عكس الإبرة البلاستيك بتبقى أتخن شوية. ممكن نستعملها مع الكانفا اللي فتحاته واسعة، فالأفضل دايما إن احنا نجيب المعدن بتعدي من أي كان مساحة الكانفا ده. هنستخدم تقريبا في حدود 3/4 بكرة، مش كلها. النهاردة هنعمل باترن سهل. أول حاجة أنا عديت عدد المربعات اللي موجودة دي أو الفتحات بالعرض، لقيتها رقم محدد. الرقم ده أنا بقسمه على إن هو يتقسم لأجزاء قد بعضها. دلوقتي أنا جيت أقسمه، لقيت إن هو مناسب معايا إن هو يعمل 5 صفوف، كل صف مكون من 8 مربعات. بس هوريكم دلوقتي لما اجي اشتغل ان هما مش هيكونوا 8 كاملين، لا، هيكونوا تقريبا 6. ولما نيجي بقى نعدي بنعمل ازاي؟ ادي اول مربع احنا عديناه تمام، بعد كده في بقى 6 هنعدهم ونطلع من الثامن، وهكذا نرجع تاني نلف من تحت ونطلع في المربع الاولاني تاني من تحت، ونرجع نسيب 6 مربعات ونعدي في الثامن، وهكذا هنكمل زي ما احنا، كله زي ما هو بالطول. هنكمل بالطريقة دي لحد ما نخلص السطر لحد الآخر فوق. بعد كده هنعيد نفس الطريقة دي في ال5 تقسيمات اللي أنا قلت عليهم. لما بنيجي بقى ندخل من السطر ده خلصناه، ندخل في السطر اللي بعده، بنرجع نعدي الإبرة من آخر مربع احنا كنا شغالين فيه، مش في اللي جنبه. لما تكون بقى الشنطة مليانة كل شوية خطوط من ان احنا بنقعد طبعا الخيط يخلص ونرجع تاني نعيد، ممكن بعد ما نخلص كل الشنطة نبدأ بقى ننضفها. بنعمل ايه؟ هندخل اخر جزء ده خالص باقي من الخيط ورا بالإبرة، ونبدأ نطلعها وندخلها مثلا مرة او مرتين في الخطوط اللي حواليها، بالتالي احنا كده نضفناه. وكمان نضمن ان الخيط ده بعد كده ما يتشدش. في حركة تانية ان احنا ممكن اخر حتة من الخيط ممكن نعمل فيها عقدة، بس بيكون شكل الشنطة من جوه مش ظريف، حتى لما نحط عليها بطانة برضو هيبقى فيه كلاكيع. دلوقتي بقى الجوانب سهلة. هنعمل ايه؟ برضو هندخل الخيط من اخر مربع احنا مستعملينه ونطلعه من اخر مربع الناحية التانية. مفيش عدد المرة دي، لا، من اول مربع مستعملينه لحد الاخر بقى، سواء عدده 5 6 مش مهم، لحد الاخر. كذلك برضو الجنبين بتوع الشنطة هيكون نفس جوانب الشنطة من فوق ومن تحت. هنعمل ايه؟ برضو هناخد الخيط من اول مربع لحد اخر مربع ايا كان عدد المربعات اللي في النص، بس برضو اول خيط هنبدأه هيكون من اخر صف احنا كنا مخيطين فيها.
دلوقتي لو انتوا شايفين هتلاقوا ان حدود الشنطة البلاستيك باين فيها. هنعمل ايه؟ مش محتاجين ان احنا نحدد كل الشنطة او نداريها، لا احنا هنعمل ايه زي ما انتوا شايفين، نحاول نقفل الشنطة كده وبشكل تخيلي نشوف ايه الجزء اللي هيكون باين بره. فهنلاقي ان تقريبا بالعين كده نقيس، هنلاقي ان تقريبا باقي جزء محدد في الجناب ده محتاج ان هو يستخبى بالخيط. ومن فوق بالنسبة بقى لجوانب الشنطة اللي هي الدراعات دي، هيكون حرفيا جزء بسيط جدا من فوق بعد ما الشنطة تتقفل يمين وشمال، هيكون ده اللي باقي فيها، برضو هنقفلها هي كمان. ازاي بقى هنقفل؟ هندخل الخيط في اخر مربع موجود ونطلع ونرجع ندخله من تحت تاني ونطلع، وهكذا داير ما يدور، فبالتالي احنا بنخبي كل البلاستيك اللي موجود. ممكن يسيب الشنطة من غير بطانة، بس انا بحب اكتر يكون في بطانة. ليه بقى؟ علشان خاطر لما نيجي نحط الحاجات جوه ونرجع نطلعها تاني هيفضل دايما في احتكاك بالخيط هيبوظ الشنطة. الاحسن يكون في بطانة. البطانة بقى ممكن تكون ايا كان نوع القماش اللي ممكن تستخدموه، هتقصوه بالظبط على قد الشنطة من جوه. انا بالنسبة لي بفضل ان انا استخدم بطانة على قد بس 3/4 الشنطة. ليه؟ واسيب الربع اللي باقي من الشنطة ده اللي هو هيكون الجزء اللي بيفتح، عشان لما تيجي تستعمل الشنطة وتفتح الجزء ده لبره يكون برضو باين لون الخيط، ما يكونش باين البطانة. ده بالنسبة لي افضل، بس براحتكم. دلوقتي زي ما انتوا شايفين انا هقفل الشنطة على بعضها ازاي. اول حاجة ادخل الخيط في اول مربع تحت من اليمين للشمال واعمل عقدة، وبعد كده بقى اكمل الخيط براحتي، بدخل اليمين بعدين اطلع من الشمال، ادخل اليمين واطلع للشمال لحد ما امسك الشنطة بالدراعات كلها في بعضها. اخر حاجه بقى باقيالنا ان احنا نركب اكسسوارات الشنطه. انتوا براحتكم تختاروا شكل الحلقات اللي حابين تركبوها في الشنطه من الجنب، تختاروا مثلا دايره ما بتتفتحش، ممكن تخيطوها انتوا بالخيط عادي. بالنسبه لي بحب اللي سهله الفتح عشان اقدر استخدمها في الشنطه دي، ابدلها مثلا في شنطه تانية براحتي. في احجام كمان للدايره اللي انتوا عايزينها، انا بفضل الدايره الواسعه عشان براحتي اقدر ادخل فيها السلسله بكل سهوله. وبرضو الاكسسوار اللي بقفل بيه الشنطه المكبس ده، ممكن برضو وانتوا بتشتروا تروحوا تختاروا المكبس اللي عاجبكم. انا برضو بفضل ان يكون المكبس ده موجود لي خطافين من ورا، عشان انا براحتي احب استخدم الخطاف ده او اقفله واخيطه. انا المرة دي هخيطه. انا عشان مستخدمة كانفا فتحاته ضيقة، فالخطاف بتاع المكبس مش هيدخل كويس في الفتحات دي، فبخيطها احسن، كمان الخيط بيثبتها. وبس كده بقيلنا بس السلسلة زي ما انتوا شايفين نقدر نركبها بكل سهولة في الحلقات من الجنب. ممكن كمان نخلي السلسلة دي على مرتين، ونخلي الشنطة دي ممكن تترفع بالإيد مش تتشال في الكتف. فأنا بفضل ان تكون السلسلة طويلة، مثلا يكون طولها متر، متر وربع، عشان تتلبس برضو كروس، عشان اخليها في الدراع، عشان اتنيها مرتين وتتلبس في الإيد زي ما انتوا عايزين. الجزء بقى التاني من المكبس زي ما انتوا شايفين بيكون فيه زي مشط. المشط ده انتوا بس بتوسعوها بايديكوا شوية وتحطوها في الشنطة من فوق وتتكوا عليها جامد جدا، تتأكدوا ان المشط ده اسنانه دخلت في الشنطة وعشقت. عشان نخيط المكبس في الشنطة نقدر نستعمل نفس خيط الشنطة اللي هو الشمواه ده، نعديه من الحلقات ونرجع ندخله تاني، بس الحركة دي لازم نعملها قبل ما نحط البطانة. لكن بالنسبة لي أنا بخيط من فوق البطانة عادي باستعمال خيط التطريز. ده بيكون برضو خيط رفيع وحلو وبيعدي بسهولة من البطانة وبلاستيك الشنطة، وكمان بيثبت المكبس كويس جدا. اختاروا بقى لون لايق، أو ممكن تختاروا لون فضي أو ذهبي يكون نفس لون المكبس. وبس كده خلصنا الشنطة. زي ما انتوا شايفين حجمها كبير وواسع وتكفي حاجات كتيرة جدا واحنا خارجين. عجبتكم الشنطة؟ قولولي رأيكم في الكومنتات.